انا مقدمه على 50 وظيفه الشهر اللي فات ومحدش فيهم كلمني. المشكله دي ناس كتير بتكلمني فيها، بس انا عايزه اقول لكم الحقيقه. لو انت فاكر في 50 وظيفه مناسبه ليك نزلوا بس الشهر اللي فات، يبقى انت مش عارف انت بتشتغل ايه. المشكله ان احنا بنتعامل على تقديم على الوظائف كانه سباق. انا ابعت اكتر فرصتي في الفوز هتكتر. ده مش حقيقي. ما تبعتش السي في كل حته من غير ما تقرا الجوب ديسكريبشن. احنا مش طالبين دكتور تبقى قدم مهندس. وبشوفها وبتحصل. انا كنت مقدمه اعلان الشهر اللي فات بدور على كونتنت كريتور، جالي فيديو اديتور، جرافيك ديزاين. يعني انا متلخبطه ولا هغير رايي لما اشوف السي في بتاعك؟ جماعه الريكروترز اصلا بيكون عندهم كي وورد زي ما قلنا. الاي تي اس بيستبعدك تماما، فانت بتزود الريجكشن بتاعك في مرحله صعبه جدا من غير سبب وترجع تقول انا محبط ليه. ما تضيعش وقتك وبلاش عقليه انت مش خسران حاجه، لا خسران احباط لنفسك. عايز تزود فرصك بجد بدل ما تقدم على 50 وظيفه لشغل مش مناسب ليك؟ خلي هدفك ده الاسبوع هنقدم على وظيفتين والسي في يكون تailored ليها. وبدل التقديم العشوائي تواصل كل اسبوع مع شخص واحد يزود النتورك بتاعتك، وممكن يساعدك انك تدخل وممكن يفيدك ويقولك اول ما فرصه حقيقيه فعلا تفتح. اكتبوا لي في الكومنتس على التيبس اللي بتحاولوا تقللوا بيها من الاحساس بالرفض وانتوا بتدوروا على شغل جديد عشان ما تحبطوش. Let's know my mind.